هاد الوليد في العمر ديالو يلاه 9 سنين كان كيعيش مع الام ديالو وخوتو والزوج ديال الام ديالو، لكن واحد العيشه اللي ما نتمناوها حتى لشي واحد. اللعبه ديالهم تفضحات من نهار اللي واحد الجاره لاحظت شي حاجه اللي هي غريبه. هاد الجاره تحملت المسؤوليه واتصلت بالسلطات لانها شكات في الامر ديال هاد الوليد. هنا في فرنسا كنقولوا بزاف ديال المرات بان كون واحد سد عليه وشي ما دايافشي، لكن اتونسيون ملي كتكون شي حاجه خاصه بالاطفال ولا بالعنف او شي حاجه كديرونجي الجيران ما كيضحكوش، كيتصلوا مباشره بالسلطات. الجاره لاحظت شي حاجه غريبه في هذاك الوليد، ما كيخرجش مع العائله ديالو الا في حاله وحده، فاش كيكون غادي للمدرسه ولا راجع منها. حتى الحاله الصحيه ديالو بانت لها ماشي هي هذيك، وهذا الشيء اللي خلاها تتصل بالسلطات. المشكل ديال هذا الوليد انه رغم كان عايش مع العائله ديالو الا انه كان مهجور، كان معزول، يعني ما كانش كياكل معاهم، ما كانش كيجلس معاهم، كانوا مسكنينه في خزانه كياكل فيها وكينعس فيها. يعني اكبر حقره هي انك تكون في وسط عائله ولكن تحس براسك بوحدك. تخيلوا معايا انهم كلهم كانوا كياكلوا في طبله وحده الا هو كياكل في البلاكار، كينعس في البلاكار، شي حاجه اللي العقل ما كيقدرش يستوعبها. فعلا كلشي تصدم القصه ديالها، كيفاش تقدر دير لولدها بحال هادشي. اجمل ما في القصه رغم الالم ديالها هو ان هاد الوليد عبر على الشكر ديالو والامتنان برسم لهاد السيده لانها كانت سبب في انقاذ الحياه ديالو. الزوج ديال الام ديالو كان معتقل مؤقتا وتطلق السراح ديالو. تفتح واحد التحقيق بتهمات الحرمان والعنف. الطفل حطوه مؤقتا عند عائله اللي غادي تقدر تعتني به. الجيران تضامنوا كاملين وكل واحد شنو شرالو. يعني القصه رغم انها مؤلمه فالنهايه كان واحد التضامن ما بين الجيران واخا كون واحد سد عليه. لا حول ولا قوه الا بالله، فعلا قصه مؤلمه. طفل في 9 سنين والام ديالو اللي تقوم بهذا الشيء، شي حاجه اللي فعلا ما كيبغيش يصدقها العقل. قولوا لي شنو الراي ديالكم في التعليق. هادشي تقريبا ولا بحال ظاهره. هاد السيده دخلت باش غادي تولد، ولدات دازت 4 ايام وغادي تخرج من دار الولاده هي والبيبي ديالها، لكن ما مشاتش للدار ديالها. الزوج ديالها بقى كيتسائل فين مشات. اتصل بديك دار الولاده كيقولوا له بان السيده ديالك خرجت هي والبيبي، لكن هو تيقول لهم ما وصلاتش. دونك هو شنو دار؟ اتصل بالشرطه باش غادي يخبرهم على الغياب ديالها. فعلا بدا البحث بجميع الوسائل حتى لواحد الوقيته واحد السيد كان دايز من حدا واحد الواد وهو كيلقى ان بيبي جثه هامده. حتى هو خبر الشرطه، وهنا زاد الباحث على السيده وعلى السياره ديالها باش ربما غادي يعرفوا فين كاينه، حتى كيتفاجئوا بانها كانت لاحت راسها من قنطره. لقاوها مازال حيه، مازال على قيد الحياه، لكن كانت في خطر. السؤال اللي كيبقى مطروح، شنو هي الاسباب اللي كتخلي بزاف ديال الامهات يائسات من بعد الولاده بهذا الشكل؟ وشنو هي الاسباب ديال المعاناه اللي تخلي الامهات يفكروا يديروا حد لحياتهم ساشون كو ولدات يلاه هذه 4 ايام، يعني البيبي في عمره 4 ايام؟ واش هذه ضغوط نفسيه من بعد الولاده ولا النقص في الدعم المادي والمعنوي للامهات من بعد الولاده؟ لان هادشي ولينا كنسمعوه بكثره سواء من بعد الولاده او من بعد فاش كتكون الام كتلقى راسها بوحدها مع وليداتها وكيكون الزوج ديالها مسامح فيها لظروف بيناتهم ما كنكونوش عارفين. ولكن هذه الظاهره ولات كثيره بزاف ديال الامهات اللي ولاو كيعانيو. شحال من وحده ولات